السودان ليها تاريخ طويل من الصراعات، لكن الحرب الأخيرة اللي بدأت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع كانت مختلفة تماما. القوات المسلحة بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وهي الجيش الرسمي للدولة، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي وهي قوات شبه عسكرية اللي هي في الأساس كانت جزء من الجيش وانحلت عنه. أنا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي. الحرب بدأت بعد الثورة السودانية في 2019 اللي أطاحت بعمر البشير، وده بعد تعاون من الجيش الرسمي وقوات الدعم السريع على إسقاطه، واللي بعدها حصل خلاف بينهم على السلطة. في البداية كان في اتفاق على الانتقال لحكم مدني، لكن في 2021 الجيش عمل انقلاب وسيطر على الحكومة، والدعم السريع اللي كان جزء من الانقلاب بدأ يطالب باستقلاله عن الجيش، وده زود التوتر بين الطرفين. في 2023 المواجهة وصلت للاشتباك المسلح، وبدأت حرب في العاصمة الخرطوم وانتشرت لباقي الولايات السودانية. الصراع بينهم اتوسع بسرعة كبيرة، واللي وصلت لمعارك عنيفة في كل الجمهورية، والجيش استخدم الطيران والمدفعية ضد قوات الدعم السريع اللي كانت وقتها سيطرت على مناطق واسعة في السودان، وتتوالى المذابح البشعة والمجازر بين الطرفين. في 2023 غرب دارفور اتقتل ما بين 1000 و2000 شخص على ايد قوات الدعم السريع، والاف اضطروا ان هم يهربوا بره البلد. باختصار الحرب دي تسببت في أزمة إنسانية ضخمة اللي بسببها اكتر من 8 مليون شخص اضطروا ان هم يسيبوا بيوتهم، واللي بعضهم هرب لبلاد قريبة زي مصر وتشاد وجنوب السودان. وبسبب الحرب اكتر من 25 مليون شخص محتاجين لمساعدات انسانية، والمجاعة بقت تهدد ملايين السودانيين بسبب وقف سلاسل الامداد وانهيار الاقتصاد. الولايات المتحدة اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ابادة جماعية، وفرضت عقوبات على حميدتي وبعض القيادات التابعين ليه. السودان رفعت قضية ضد الامارات اللي بتتهمها بدعم قوات الدعم السريع، والامارات نفت الاتهامات دي تماما وقالت ان القضيه بلا اساس. مصر في البدايه دعمت الجيش السوداني، لكن مع استمرار الحرب اتدخلت كوسيط لوقف اطلاق النار، والسعوديه وامريكا حاولوا التوسط لاتفاق هدنه اكتر من مره، لكن كل المفاوضات فشلت بسبب ان الطرفين رافضين وقف اطلاق النار. الوضع في السودان معقد جدا ولسه محدش عارف ايه اللي هيحصل، لكن الجيش السوداني دلوقتي بيحقق تقدم، لكن قوات الدعم السريع لسه مسيطره على اماكن كتيره. وفي نفس الوقت الازمه الإنسانية بتتفاقم، والمجتمع الدولي مش قادر يتدخل بشكل حاسم. السؤال المهم دلوقتي، هل الحرب هتنتهي قريب ولا السودان داخل على صراع طويل المدى زي ليبيا وسوريا؟ دي كانت نظرة عن الحرب اللي بتحصل في السودان وتطوراتها وتأثيرها على الشعب والمنطقة. للأسف الشعب السوداني هو اللي بيدفع ثمن الحرب دي، واللي حاصل هناك مأساة حقيقية. علشان كده لازم كلنا نقف جنب قيادتنا في الوقت الحالي، لأن في دول بتتمنى إن مصر توصل لنفس السيناريو. أنا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي.